معايا 4 كوبايات دقيق، عليهم حوالي معلقه كبيره سكر ومعلقه صغيره ملح، رشه فلفل اسمر، وهقلبهم. عجينه الكريب بتاخد لكل كوبايه دقيق تقريبا كوبايه ميه. بسم الله. هخفقهم هنا بالمضرب الكهربائي علشان ما يبقاش فيه تكتلات. لو مش عندك عادي خالص بمضرب يدوي او بالخلاط. بسم الله. بصوا كده القوام حلو جدا، ولسه كمان لما بنسيبها في التلاجة بتتقل اكتر. وهحتاج لكل كوبايه دقيق حوالي معلقه زيت كبيره. بسم الله. الزيت بيدي ملمس حلو جدا للعجينه وبيخليها متماسكه. دي بقى احسن طريقه لعجينه الكريب بدون بيض ولا لبن، وبيطلع نتيجته تحفه. هشيلها في التلاجة نص ساعه ترتاح. دي كده عجينه الكريب بعد ما قعدت نص ساعه في التلاجة بقت بالشكل ده كده. بعد ما طلعته من التلاجة لقيته تقل، فهضطر ان انا ازوده شويه ميه لان لازم يبقى خفيف عن كده شويه. كده خلاص القوام بقى مناسب جدا. هسمي الله وهنزل. بسم الله. طبعا يا جماعه انا مش متمرسه في الفرد، بس بحاول اجتهد علشان ما بحبش اكل ولادي اكل جاهز. بصوا اول ما نلاقيها فكت من الجوانب كده هنقلبها. ما شاء الله شايفين؟ بحبه جدا لما بينفخ كده بتبقى العجينه ناجحه. كده خلاص استوت. هطلعها في فوطه نظيفه بالشكل ده كده. بصوا، وهقفل عليها علشان بس ما تنشفش على ما اخلص بقيه الكميه. كده خلصت كميه عيش الكريب اللي معانا. شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ هنزل باول واحد معايا. بسم الله. ادهن الزبده تاني. هنزل بالسندوتش التاني. كده السندوتش خلاص خلص معايا. ما شاء الله شايفين عامل ازاي؟